السلام عليكم مشاهدي، لاباس عليكم بخير مزيانين؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله في ظروف جيده. اليوم نهار جديد وفكره جديده. اليوم نشارك معكم شوصو بحال العجينه اللي رائعه، كتجي مهويه وخفيفه من الداخل، وحشوه اللي اقتصاديه وكتجي معلكه وجد رائعه. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو ان شاء الله من الاول حتى الاخر باش تفهموا الطريقه وكيفيه التحضير. لاول مره كيشوف هذه القناه وعجباتو ما ينساش يضغط على زر الاشتراك باش دائما يوصلوا الجديد. ما تنساوش واحد التعليق مزيون وواحد البصمه، جزاكم الله خيرا. كيف ما كتشوفوا معايا هاد لي شوصون ديالنا كيجيو ما شاء الله روعه، ما تشبعوش منهم. كنتمنى تتبعوا الفيديو وتجربوهم، علاش لا. وندوزوا المقادير وكيفيه التحضير. بسم الله على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا عندي نصف كيلو ديال الدقيق الفرص، عندي مغروفه ديال السكر سنيده، ومغروفه صغيره ديال خميره ديال الخبز. هنا عندي قليل من الملح كيف ما كتشوفوا، وعندي الراس المغروفه صغيره ديال الفلفل الاحمر باش كيعطينا واحد اللوين في العجين ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا كناخذ قليل من الماء اللي يكون دافي، كنحاول ندوبو ديك الخميره كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. وكنبدا كنعجن العجينه ديالي عاديه، يعني ما ندلكوش العجينه. نتوما تشوفوا كلشي ان شاء الله معايا، يعني كنحاولوا غير نجمعوها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. يعني كنكب شويه د الماء وكنجمع العجين ديالي. ما خصنيش نطلعوا العجينه تكون خفيفه وكتلتصق في اليدين، يعني يكون القوام ديالها ناجح. كيف ما كتشوفوا معايا كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كتجمع لي العجين ديالي. ومره مره كنستعنوا بشويه د الماء اللي يكون دافي كيف ما كتشوفوا معايا، وكنستمر بهذه الطريقه حتى كنجمع العجين ديالي كامله. يعني يمكن لكم تضيفوا في العجين حتى الفلفل اسود وشويه ديال الزعتر. وكنبدا كنجمع العجين ديالي بهذا الشكل حتى كتجمع لي العجين ديالي مزيان. وكنضيف عليها قليل من الزيت الزيتون، تقريبا ربع كاس. كندخلوه مزيان في العجين ديالنا. دابا كنوضع هذيك ربع كاس ديال الزيت الزيتون، يمكن لكم تعوضوه بالزيت نباتيه. كندخل هذاك الزيت مزيان في العجين ديالي بهذا الشكل هذا. يعني ما كندلكها لا والو، غير كنحاولوا ندخلوا هذاك ربيع كاس ديال الزيت في العجين ديالنا بهذا الشكل. وكنجمع العجين ديالي، يعني العجين ضروري ما تكونش يعني خفيفه. كيف ما كتشوفوا معايا هنا غطيت العجين ديالي بلاستيك غذائي، ونعمل له واحد المنديل ونخليها ترتاح وندوزو للحشوه ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للحشوه كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي واحد جوج بصلات صغارين، وعندي الفلفل الاخضر. يمكن لكم تعملوا الفلفل الاحمر او الاصفر اللي عندكم متوفر. كنعمل واحد ربع كاس ديال الزيت الزيتون مع الزيت النباتيه، كنعمل لهم في الحشوه ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. وكنحرك هذيك البصله والفلفله بهذا الشكل، يعني كنخليهم يطيحوا واحد شويه عاد كنضيفوا باقي المكونات. كيف ما كتشوفوا هنا بعد ما طاحت لي ديك البصله والفلفله واحد شويه كنضيف عليهم واحد المطيشه اللي تكون كبيره اولا جوج يكونوا بحجم صغير. كنحيد لهم هذيك الماء ديالهم وديك الزريعه، وكنقطعهم وكنضيفهم على الحشوه بهذا الشكل هذا. وكنقص عليهم النار وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم حتى كتذوب لنا ديك المطيشه ديالنا والفلفله والبصله. كنستمر في التحريك وكنحاول نضغط على ديك المطيشه باش تذوب لي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. يعني صراحه هاد الحشوه كتجي رائعه. بالنسبه للتوابل عملت عيل الفلفل الاسود وقليل من الفلفل الاحمر وشويه الملحه على حسب الذوق. يعني هادشي كافي الحشوه ديالنا. وانتم اللي بغيتو شي حاجه تضيفوها كيبقى لكم اختيار كيف ما كتشوفوا معايا. كنستمر بهذه الطريقه اللي كنحرك في الحشوه ديالي، كيدخلوا ديك التوابل مع الحشوه بهذا الشكل. وهنا بعد ما طابت لي الحشوه ديالي كيف ما كتشوفوا معايا كنضيف ليها باقي المكونات.
هنايا كنضيف واحد العلبة ديال التون، يعني يمكن لكم تعوضوها بالكفتة، صراحة أنا عملت التون. هنا عندي قليل من الزيتون، هنايا عندي واحد جوج بيضات مسلوقين اللي قطعتهم بهذا الشكل هذا، الصراحة كيعطيو واحد المذاق رائع في هاد الحشوة هادي. وكنضيف عليهم قليل من الجبن، كيعطي واحد التعليكة في الحشوة ديالنا. وكنحركوا الحشوة ديالنا مزيان بهذا الشكل هذا، وكنخليوها على جنب، وكندوزو للعجين ديالنا ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا الصراحه هاد الحشوه هادي سبيسيال، كتجي مزيونه بزاف، رائعه، كنتمنى تجربوها. كنحاول ندخل هذاك الجبن والزيتون والتون في الحشوه ديالنا بهذا الشكل. وهنايا كندوزو للعجين كيف ما كتشوفوا معايا، يعني خليتها ارتاحت واحد 30 دقيقه، يعني بين ما وجدت الحشوه على خاطري. دابا كندوزو للعجين ديالنا بهذا الشكل هذا، كنجبرها اختمرت. كنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق ضروري، ومن الفوق بهذا الشكل هذا. وكنسرح العجين ديالي، ضروري مره كنستعملوا بقليل من الدقيق. كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول نقلب العجين ديالي من هاد الجهه وهاد الجهه باش ما تلصقليش فوق سطح العمل. وكنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنرقق العجين ديالي، يعني ما رقوهاش بزاف، هي واحد شويه. وهنا خديت هاد السمك هذا، الدائره هذه، وكنعمل بهذا الشكل هذا. يعني نتوما كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تعملوا هاد الشوصون ديالكم كبارين اولا صغارين. انا اختاريت نعملهم بهذا الحجم هذا، كيجيو صراحه حلوين، ماشي صغار وماشي كبار بزاف، كيجيو الحجم ديالهم متوسط. وكنستمر بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوف معايا حتى كنقطع العجين، واللي كيبقى لي عاود كنولي نخدم به، يعني حتى حاجه ما كتضيع. ونستمر بهذه الطريقه هذه تنكمل العجين ديالي كامله. دابا ندوزو باش نعمرو هاد الشوصو ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا ديك الحشوه كتجي رائعه ما شاء الله، كتجي معلكه. كنضع واحد شويه في الوسط بهذا الشكل هذا، يعني كنعمرهم دقه واحده باش كيجيني، يعني كنسهل عليا شويه ديال الشغل كيف ما كتشوفوا معايا. كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنعمرهم كاملين. وكنبدا كنجمعهم عادي وساهلين الصراحه، اللي ما بغاش يجربهم. انا بعد ما عمرتهم نبدا كنجمع الشوصو ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. كناخذ واحد شويه د الماء وكنعملهم في ديك الجوانب باش تلصق لنا ديك العجين ديالنا مع بعضياتها، هي واحد شويه كيف ما كتشوفوا معايا. يعني كنحاول انايا ديك الجوانب لا يلصق لنا العجين مع بعضياتهم بهذا الشكل. وكنبدا كنجمعهم، الطريقه ديالهم الصراحه التجميع ساهله. كنحاول نضغط على ديك الجوانب كيف ما كتشوفوا معايا، وغنستمر بهذه الطريقه هذه تنكملهم كاملين. كنحاول نضغط عليهم باش ما يتفتحولناش. هنا كناخذ واحد الفرشيطه وكنعمل لهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، وكنوضعهم في الصينيه اللي تدخل الفرن. يعني الصينيه بغيتو تعملوا لها ورق الزبده اولا ما تعملوش، يعني ما كيلصقوش. كنزينهم بهذا الشكل هذا.
ما كتشوفوا معايا كيجيو ما شاء الله مزيونين وحلوين. كنوضعهم في الصينيه لا تدخل الفرن. كيف ما كتشوفوا معايا يعني ما خليتهمش يرتاحوا بزاف، عيب الا ما ساليت هذيك العجينه اخرى. وكندهنهم هنايا بالصفار ديال البيض مع شويه د الخل. كيف ما كتشوفوا معايا هنا راه يجيكم يعني الصفار ديال البيض تبارك الله صفار بزاف، يعني خدمت هنايا بالبيض بلدي تبارك الله، كيكون اللون ديالو قوي. كيف ما كتشوفوا معايا كندهنهم بهذا الشكل هذا. وفي هذا الاثناء هذا كيكون عندي الفران يعني كنشعل عليه من الفوق ومن التحت كيسخن. كندهن الوجه ديالهم بهذا الشكل. وهنا كنزينهم بقليل من الخشخاش اولا الزنجلان اللي كان عندكم متوفر في البيت ديالكم. كنزينهم بهذا الشكل هذا وكنوضعهم في الفرن. يعني كنخلي عليهم العافيه من الفوق ومن التحت، وكنقص عليهم العافيه، ما يخليش العافيه مجهده باش كيطيبوا على خاطرهم. كيجيو ما شاء الله رائعين ومزيونين بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الشوسون ديالي. كنتمنى يعجبكم. يعني ملي خرجتهم من الفران عملت لهم واحد القليل من الجبن من الفوق بهذا الشكل. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تبارطاجيو مع صحابكم والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده ان شاء الله باذن الله. خليت لكم الراحه الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.